جريمة نكراء اللي وقعت هنا. لقاو طبيبة مدفونة في هذه الحفرة هذه بالضبط. نحاول نقربكم أكيد من المستجدات. فالحديث على طبيبة لقاوها جثة هامدة هنا وتم دفنها في المنزل ديال الزوج ديال هذا الطبيب. فهي كانت مزوجة بطبيب، هي كانت كتشتغل على مستوى المديريه الجهويه ديال وزاره الصحه على مستوى الغساني، كانت كتشتغل كموظفه لداخل، طبيبه هي. وللاسف اختفت في ظروف غامضه، بلغ بها الزوج بالاختفاء. من بعد كيتفاجئوا بعد ما دارت السلطات التحقيقات ديالها، كيتفاجئوا على ان الجثه ديالها كاينه مدفونه هنا في هذا المكان بالضبط. ها هي الحفره، نحاول نقربكم الحفره اللي لقاوها وجبدوها منها. جثه هامده، هذيك هي الحفره للاسف. فهاد الحفره منين جبدوها من قلب المنزل ديال الزوج ديالها اللي كاين في ودمليل باقليم تازه. الساكنه هنا في هذه المنطقه مصدومه لهذه الفاجعه الاليمه اللي عرفتها. للاسف الشديد تلقينا واخدين تصريحات ديال الساكنه اللي عبروا على الغضب ديالهم وعلى السخط ديالهم وعلى الدهشه ديالهم لما حدث. لان طبيعه هذه المنطقه فهي طبيعه منطقه محافظه، منطقه امنه مستقره، ما كيوقعوش مثل هذه الجرائم. للاسف الشكوك الان تحوم حول الزوج ديالها اللي كان بلغ بالاختفاء ديالها واختفى في ظروف غامضه. الحديث لانه مشى لخارج ارض الوطن، وهذا المنزل ديال الاسره ديال العائله ديال الاب ديالو ديال الطبيب والاب ديالو، وهو كان مزوج بهذه الطبيبه هذه للاسف. فالساكنه في حاله ديال الصدمه. هذيك هي الحفره اللي وريتكم. فلا حول ولا قوه الا بالله. كل